وخير الكلام نبدأ بالسلام. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. وطبعا الكشري المصري ما بيختلفش عليه اتنين. تعالوا بقى اقول لكم طريقتي في الكشري المصري ازاي تعمليه زي بتاع المحلات بالظبط. بيقولوا لي ان هما بيحطوا على البصل دقيق كده علشان يبقى مقرمش. لا لا لا، مفيش الكلام ده. تعالوا بقى اقول لكم ازاي يطلع مقرمش. اول حاجة لازم يتعمل في نسبة زيت كبيرة، الزيت يكون نسبته حلوة، ما يبقاش قليل. كمان يتقطّع رفيّع وما يتقطّعش تخين علشان ما يطراش منِّك، لإن نسبة المَيّة بتكون أكتر، زي ما أنا باعمل كده. بُصّوا شكله بقى طلع عامل إزاي، أنا مصوّراه لكم في الشمس اللي داخلة عندي من شباك المطبخ. بُصّوا لونه تحفة، مكرمل ومقرمش وحلو جدًا، ولا بقى دقيق ولا أي حاجة، ما لهاش أي علاقة بالتقلية خالص. آمم اسألوا أي محل كشري قولوا له أنت بتحط دقيق على التقلية هيضحك عليكم. طبعًا الزيت ده أنا كتّرته. طب هتعملي بيه إيه يا سمر؟ هاقول لِك. هناخد جزء من الزيت ده علشان نقلّب بيه المكرونة علشان تاخد طعم التقلية. وهاجيب بقى العدس بتاع الرز بتاعنا زي ما إحنا شايفين كده، هاسيب بس شويتين تقلية كده في الزيت علشان يدّوا طعم للكشري بتاع للرز بتاع الكشري. تمام؟ هتقلّي بقى شوية كده العدس في الزيت بتاعنا، يعني مش هانشّفه أو مش هاشوّحه، بس تقليبتين كده في الزيت وهو سُخن بيدّي له طعم حلو أوي وما بيخلّيهوش يتهري مننا وإحنا بنعمله. يعني زي ما بنقول كده بنخلّيه إيه، ماسك نَفْسه أو بنخلّيه مش مهري أوي، فتحس إن هو معجِّن في الرز فما لوش طعم. هنا خلاص لمّا اتشوّح معايا في الزيت هابدأ إن أنا أزوّد عليه حبّة مَيّة، طبعًا على حسب بقى المقدار اللي أنتِ عاملاه. هيتسلق شوية، مش هاحُط عليه ملح خالص غير لمّا يتسلق، هاحُط عليه بس حبّة كمون وحبّة فلفل أسمر فقط لا غير، مش هنحُط عليه الملح دلوقتي خالص غير لمّا يدخل في السِوَى بتاعه. طبعًا كل واحد بقى عارف هو كام فرد اللي هياكل عنده، فأنتِ بقى تعملي. أنا مش هاقدر أقول لِك مثلًا اعملي كوباية كذا أو اعملي لأ، أنت أنا باقول لِك الطريقة وأنتِ امشي على الخطوات اعملي بيها على حسب عدد الأفراد الموجودين عندِك. هاسيبه بقى يتسلق خالص بالشكل ده. بُصّوا ما شاء الله، الله أكبر، كده العدس بتاعي اتسلق. ينفع بقى إن أنا أزوّد عليه الرز والشعرية، هاحمّر شوية شعرية وهاجيب الرز على حسب المقدار، الرز بيكون ضِعف العدس. تمام؟ وهاحط عليه شوية شعرية وهاحط المَيّة على حسب كمية الرز والعدس والشعرية الموجودين، وهاقلّب على نار هادية خالص على يعني العين بتاعة القهوة، أصغر عين خالص عندِك على البوتاجاز حطّيه ووطّي النار سيبيه يتشرّب. وتعالوا بقى نعمل الصلصة بتاعتنا بتاعة الكشري، الصلصة الحلوة التقيلة دي بتاعة الكشري. هنجيب كمية توم محترمة، الصلصة بتاعة الكشري بتحب التوم. في ناس بتحط عليها خل وفي ناس ما بتحطش. أنا بصراحة مع الناس اللي ما بتحطش خل، لإن الخل بيخلّي طعمها مش ظريف. أنا كان عندي شوية صلصة موجودين في الفريزر طلّعتهم، قُلت إيه لمّا أحطهم كده بدل ما أضرب صلصة وبتاع أحطهم على طول. هنا ساحت حطيت عليها حبّة كمون وحبّة ملح وحبّة فلفل أسمر وهاسيبها تغلي غلوتين. هازوّد شوية مَيّة صغيّرين علشان ما تبقاش تقيلة أوي. تعالوا أوريكم التقلية بقى بعد ما بردت. بُصّوا لا طريت ولا أي حاجة، كان نفسي تسمعوا صوت الخروشة بتاعتها، ما شاء الله crunch جدًا وحلوة جدًا وهايشة كده ومقرمشة. يالّا بقى نعمل الدقة بتاعة الكشري. الدقة عبارة عن ده توم يا جماعة، ارجعوا للفيديو بتاع التوم وشوفوه. توم وكزبرة وشطة وملح وحبة خل. وهنا بقى إيه، كنت باسلق المكرونة فاستعجلت ودخلت على المكرونة على طول. المهم عقبال ما المَيّة كده تغلي، أنتم طبعًا عارفين طريقة سلق المكرونة إيه. نرجع للدقة بتاعتنا. الدقة هاسيب لكم اللينك بتاع التوم موجود في صندوق الوصف تحت عشان تعرفوا الخلطة اللي أنا حاطاها في الدقة دي معمولة إزاي. تمام؟ هنحط شوية كزبرة، شوية شطة، شوية ملح، وحبة كمون صغيرين، وهاحط عليهم حبة خل وحبة مَيّة مغلية. ما ينفعش أعملها بمَيّة باردة مش هتبقى حلوة خالص، لازم مَيّة مغلية وأقلّبها كويس وأسيبها لغاية لمّا
تبرد معايا أو حابين ناكلها سخنة ما فيش مشكلة زي ما أنتم تحبوا، طبعًا أنا باستخدم أي نوع مكرونة، ما باقيدش نفسي بأنواع معينة، الموجود يسِد، يعني إحنا دلوقتي كل حاجة غالية فالموجود عندنا يسِد، اسباجيتي بقى مقصوصة هلالية، مرمرية، الموجود بيسِد، ما باحبش أكتّر أنواع كتير حرام أفتح الكيس ده والكيس ده والكيس ده وكام كيس يتفتح، لأ، أنا بُصّوا أنا باشيل كده في الآخر حبّة المكرونة بتتبقى منّي من كل كيس في كيس اسمه كيس الكشري، وديّة كانت آخر لقطة لينا قبل ما ناكل الكشري العظيم ده، بُصّوا الدقة زي بتاعة المحلات وريحتها رهيبة، والصلصة بسم الله ما شاء الله تقيلة وجميلة وطعم التوم كده مفحفح فيها ما شاء الله، وآدي الكشري بتاعنا، أنا باحب آكل الرز كده، ما هو في ناس بتعمل رز بشعرية والعدس لوحده، أنا مش معاهم خالص، أنا باحب آكل الكشري الرز بتاع الكشري كده بيبقى تحفة جدًا. وآدي التقلية بتاعتي بقى لها ساعتين معمولة وما شاء الله زي ما هي لسه ناشفة ولسه crunchy زي ما هي، أنا بس حابة أوريكم شكل الرز لوحده بقى عامل إزاي، بُصّوا ما شاء الله هو الرز ده اللي أنا باعشقه مع العدس مع الشعرية مع الرز كلّه كده مع بعضه، مش باعمل رز بشعرية لوحده وباعمل عدس لوحده والكلام ده لأ، أنا مش ما باحبوش، ويا رب دايمًا مشرّفينّي في قناتي مطبخ سمر.